تخيل كده معايا انك تقدر تروح من السخنة لحد ما تروح في نص الوقت تقريبا او تنقل بضاعة من محافظة لمحافظة في مصر في دقايق. وده مش خيال لان ده مشروع بيحصل دلوقتي فعلا، ومصر بتقرب خطوة كبيرة جدا من اطلاق شبكة القطارات فائقة السرعة في مشروع بيسموه قناة سويس جديدة على سكك حديد، وقريب جدا هنشوف بشايره. قطارات فيليرو الجديدة سرعتها بتوصل ل 250 كيلو في الساعة، و41 قطار هيشتغلوا على شبكة طولها 2000 كيلو بتربط أهم المدن، والشبكة دي هتخدم حوالي 90% من السكان، وده هيقلل وقت السفر للنص تقريبا. وبالمناسبة القطارات دي متصممة مخصوص علشان تتحمل حرارة الجو المصري، وفيها أنظمة تبريد وترشيح قوية، يعني لو قلقان من الحر والتلزيق فانسى. دلوقتي كمان الشبكة دي هتزود قدرة نقل البضايع بنسبة 46%، وهتغير شكل التنقل جوه مصر. ووزير النقل بنفسه وصف أول رحلة للمشروع إن هي لحظة حاسمة في تحديث منظومة النقل في البلد. مشروع هيغير شكل الحركة في مصر ويفتح باب واسع للمستقبل.